اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من الساعه دي. لو عايز تشتري ساعه واحده بس تغنيك عن كل الساعات التانية، الفيديو ده ليك. دايما بنبقى محتارين، بقى محتاجين ساعه دريس عشان نلبسها على اللبس الفورمال في الشغل، بعد الشغل بقى مش طايقين البدل بنبقى عايزين ساعه نعرف نلبسها على الجينز والتيشيرتس، اما في المصيف بقى بنبقى عايزين ساعه تليق على الشورتات. حيره كبيره وفلوس اكتر. انا بقى النهارده جايب لكم ساعه هتليق على كل حاجه، واحتمال ما تقعدش معاها اي ساعه تانية. اما بقى لو حابب تشتري ساعات تاني بشوقك، الساعه اللي معانا النهارده هي تيسو البي ار اكس. تيسو تاسس سنه 1853 على ايد تشارلز تيسو وابنه تشارلز ايميل تيسو في مقاطعه نيو شاتل في سويسرا. الاب والابن كانوا شغالين في البيزنس بتاع الساعات. الاب كان بيعمل الكيسز بتاعت الساعه، والابن كان صانع ساعات، وقلب البيت بتاعه ورشه تصنيع ساعات وبقى مصنع محندق. سنه 1858 تشارلز ايميل الابن سافر لروسيا عشان يروج للساعات الجيب بتاعتهم، والبراند نجح جدا جدا في روسيا لدرجه ان هو وصل لبلاط القيصر. وبسبب النجاح ده تشارلز تيسو الحفيد سافر سنه 1885 لروسيا عشان يدير البيزنس هناك. سنه 1929 الازمه الماليه ضربت صناعه الساعات بشده، وساعتها قررت تيسو واوميجا ان هم يعملوا اندماج سنه 1930. الاتحاد ده والاندماج ده انتج عنه شركه اسمها SSIH، وبعدها الاتحاد ده اتسمى SMH. وسنه 1998 SMH غيرت اسمها وبقت سواتش جروب اللي هي تيسو جزء منها لغايه النهارده. تيسو ليها باع كبير جدا في الاوفيشال تايم كيبر. سنه 1938 كانوا مسؤولين عن التوقيت في سباقات الاسكي في جبال الألب، وفي سنه 1957 كانوا مسؤولين عن التوقيت في كاس ديفيز للتنس. تيسو البي ار اكس ظهرت 2021، ودي ري ايشو لساعه السي ستار بي ار اكس اللي ظهرت في اواخر السبعينات. والساعه سي ستار بي ار اكس كانت رد تيسو على ترند الساعات الانتجريتد بريسلت ساعتها اللي ابتدتها اديمار بيجي بالساعه الرويال اوك اللي من تصميم المصمم العالمي جيرالد جنتا. تعالوا نبص سوا على التيسو البي ار اكس ونشوف اذا كانت دي الساعه اللي تغنيك عن كل الساعات ولا لا. قبل اي حاجه شوت الاسبريسو المظبوط. وادي معانا تيسو البي ار اكس ال 40 مللي الباور ماتيك 80. كيس دايمنشنز: دايمتر 40 مللي، ثيكنس 11.3 مللي، واللاج تو لاج على الورق المفروض ان هو 44 مللي ونص. التو اند لينكس هنا اكستندد زي ما انتم شايفين، فده بيخلي الريل او الافكتيف لاج تو لاج حوالي 51 مللي ونص. عشان كده الساعه دي على الورق تبان ان مقاساتها صغيره، لكن على الايد بتبان كبيره. اللاج تو لاج هنا مش ابليكابل النهارده، ان ده الانتجريتد بريسلت اللي قلنا عليه. يعني ايه انتجريتد بريسلت؟ يعني السوار بقى مدمج في العلبة بتاعت الساعة، تحس ان هما حتة واحدة او متكاملين مع بعضيهم، مفيش لاجز وطالع منها ستراب زي ما احنا متعودين. لكن لو قلنا ان اعرض نقطة هنا الاستراب هي 27 مللي، بيحصل لها تيبرنج لغاية 18 مللي. الساعة جاية مع باترفلاي ديبلويمنت كلاسب، يعني الجودة بتاعته مش احسن حاجة بس مش بطال. البريسلت فول ستانلس ستيل، سوليد ان لينكس، سوليد لينكس، ومتوصله ببعضيها ببنز. الفينشنج بتاع الساعه مينلي كله براشت عشان يديها السبورتنس بتاع الساعه، لكن هنلاقي تطعيمات بولش عشان تدي شياكه للساعه، زي البيزل زي ما احنا شايفين هنا هاي بولش. في شامفر ايدج في البروفايل بتاع الساعه واخد الساعه بجنبها كله. بصراحه الديزاين بتاع الساعه جميل جدا. بص البريسلت كده والإفكت بتاع النور عليها، ده حاصل لأن البريسلت كله براشت، لكن في هنا حرف هاي بولش فهو اللي بيعمل الإفكت ده مع الإضاءة. الكراون هنا حوالي 5 مللي، صغير شوية بس يعني مش بطال، وسايند، وفي نفس الوقت بوش بول ما هواش سكرو داون، لكن بيحقق ووتر ريزيستنس للساعة 100 متر، وده شيء كويس جدا ممكن يخليها ساعة سبورت، ممكن تلبسها في البول أو على البيتش. الكريستال هنا سافاير بأنتي ريفليكشن، يعني الأنتي ريفليكشن مش قوي قوي لكن مش بطال. والديسبلاي كيس باك برضو سافاير عشان نشوف منها الموفمنت الباور 80. الموفمنت الباور 80 من تيسو هي موديفايد ايتا 2824-2، لكن حصل لها موديفيكيشن عالي عشان يعلوا الباور ريزيرف بتاعها. بصراحة الساعة شكلها لطيف، وزي ما قلت لكم في الانترودكشن الساعة دي فيها ميزة هايلة ان انت you can dress it up and you can dress it down. بالذات ان تيسو بتقدم منها موديلات على ليذر ستراب عشان تخليها فورمال شويه، او رابر ستراب عشان تخليها سبورتي. انا شايف بصراحه حتى ان الستانلس ستيل ستراب بيفت للتو كيسز. الساعه دي يا جماعه كسرت الدنيا لما نزلت في 2021، ومن كتر النجاح تيسو حلبت حرفيا النجاح بتاعها. اول ما نزلت في ال 40 مللي بس كانت كورس بس، بعد كده نزلت في ال 40 مللي منها الباور ماتيك،
بعد كده نزلوا دايلز كتير، الاسود والازرق والاخضر، وبعد كده في الكورس نزلوا منها الوان كتير تفلي بلو وجرين، وبعد كده نزلوا منها 35 مللي كورس بس، بعد كده 35 مللي اوتوماتيك، بعد كده نزلوا منها كيسز كاربون، بعد كده اخر حاجه نزلوا منها 38 مللي فول تيتانيوم. الساعه دي من كتر ما هي ناجحه ليها فان كلابس لا تتخيلوها. خشوا كده على الفيسبوك واعملوا سيرش على تيسو بي ار اكس فان كلابس، هتلاقوا كميه جروبس مش طبيعيه. ممكن تلاقي واحد شاري منها 5-6 الوان وكونفيجريشنز مختلفه. الساعه كنت شاريها بحوالي $650 اول ما نزلت، دلوقتي سعرها معدي $850 على الاوفيشال ويب سايت، لكن متهيألي ممكن تتجاب من جري ماركت ويب سايتس باقل من كده. اوريكم الساعه الريست بتاعي. انا الريست بتاعي 17.5 سنتي في الريفرنس. بصراحه الساعه جميله جدا، والويرنج اكسبيرينس بتاعتها هايله ومش شبه اي حاجه في السوق، عشان كده انا شايف ان هي ساعه يونيك، وعشان كده ممكن تكون ساعتك الوحيده زي ما قلت في الانترودكشن. هنشوف في الماكرو شوتس هنا البلو وافل دايل اللي زي الادمار بيجيرا الاوك بالظبط، وشايفين الابلايد انديسيز عند كل ساعه، وتيسو 1853 عند الساعه 12، وشايفين السان بيرست افكت باين قوي في الدايل وعامل جرادينت في الالوان، والبي ار اكس باور ماتيك 80 عند الساعه 6 وسويس ميد. هنعمل زوم ان عشان نلاقي تفاصيل الوافل دايل بالظبط، وبصراحه مستوى الفينيشنج بتاع الانديسيز وبتاع الدايل هايل على الفئه السعريه دي. ولو بصينا على العقارب الثواني نيدل، والدقايق والساعات عليهم لوم. نتفرج على الساعة في الإضاءة الطبيعية في الريست رول، وبعد كده هنخش على البوكيت شوت. وزودت لكم المرة دي جاكيت شوت برضو عشان تشوفوا ان الساعة ازاي بتليق على اللبس الفورمال برضو. ايه مميزات التيسو بي ار اكس؟ الباور ريزيرف 80 ساعه، يعني اكتر من 4 ايام، ممكن تكون ساعتك الوحيده، ودي ميزه هايله. البيلد كواليتي والفينشنج هايل على الفئه السعريه. عيوب البي ار اكس انها ترندي، فانت مش عارف الترند ده مكمل لغايه امتى، يعني ما انتش عارف الموضه دي مكمله شويه ولا الموضه دي هتروح. عيوبها ان الموفمنت فيها اجزاء كتير جدا بلاستيكيه، وده بيصعب الصيانه بتاعتها. من عيوبها برضو ان فرق السعر ما بين الكورس فيرجن والاوتوماتيك فيرجن الضعف، وده بصراحه مش جاستيفايد. الساعتين زي بعض بالظبط، فرق الموفمنت بس. تشتري التيسو بي ار اكس امتى؟ لو انت عايز ساعه واحده بس. تشتريها لو انت بتحب الديزاين بتاع الانتجريتد بريسلت. ما تشتريهاش امتى؟ ما تشتريهاش لو انت بتحبش الساعات الترندي وبتخاف ان مدتها تبطل. انا كده خلصت. قولوا ايه رايكم في الكومنتات، يا ترى الساعه التيسو بي ار اكس تغنيك عن اي ساعه تانية وممكن تكون ساعتك الوحيده؟ قولوا لي برضو في الكومنتات عايزين نتكلم عن ايه الحلقات اللي جايه. لو عجبكم المحتوى قولوا لاصحابكم عليه، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. انا سامر جمال ودي قناه الساعات. اشوفكم الحلقه الجايه.